عالسلامة، شكون فيكم يعرف شنو صار نهار 9 أبريل 1938 النهار اللي يعتبر حاسم في تاريخ الحركة الوطنية التونسية. اليوم باش نحكيو على نهار الشهداء. نهار 8 أبريل 1938 في العاصمة تونس خرجوا زوز مسيرات كبار شاركوا فيها مختلف فئات الشعب التونسي. ساووا رجال يد واحدة وكلمة واحدة، والشعارات كانت لابد من برلمان تونسي، لابد من حكومة وطنية. المسيرة الأولى خرجت من ساحة الحلفاوين بقيادة الزعيم الوطني علي بلهوان، والمسيرة الثانية خرجت من رحبة الغنم بقيادة الزعيم الوطني المنجي سليم. والتقت الحشود الكبيرة أمام مقر المقيم العام الفرنسي وطالبت بالحرية والإصلاحات السياسية. تونس كانت تحت حكم الاحتلال الفرنسي لأكثر من 50 سنة، والناس كانت تعاني من الظلم والقهر، لكن وعيهم بضرورة الاستقلال والمطالبة بالحرية والسيادة الوطنية كان كبير وكبير برشا. وبما أنه الحركة الوطنية في الثلاثينات بدأت تقوى والناس ما عادش ساكتة وما عادش خايفة، واصلت الاحتجاجات لنهار 9 أبريل اللي كان نهار تاريخي بأتم معنى الكلمة، وين تواجهت فيه الأصوات المطالبة بالحرية مع آلة القمع الفرنسية. الشعارات كانت موحدة وواضحة وقوية: حبوا الحرية، حبوا برلمان تونسي، حبوا حكومة وطنية. وكما عادت أي محتل كان رد فرنسا قمع المظاهرات واستعمال الرصاص الحي، وقوات الاحتلال ضربت النار على المتظاهرين، والنتيجة كانت 22 شهيد و150 جريح وأكثر من 3000 معتقل، من بينهم الزعيم الوطني علي بلهوان. نهار 9 أبريل ولا رمز للنضال والبطولة والتضحية والوقوف ضد الاحتلال والمطالبة بالحرية والاستقلال. صحيح سقطوا فيه أكثر من 20 شهيد، لكن دمائهم ما مشاتش خسارة، مشات في سبيل الوطن والحرية والتحرر.